اول سؤال غادي نسولك واش تقدر تكمل الفيديو حتى الاخر. الا ما قدرتيش الفيديو ساعه منك تعفك واسمح لي بزاف. شوف، ما محتاجش بزاف ديال الوقت، محتاج تستعمل الوقت اللي عندك بطريقه مختلفه، حيت الا كنتي طالب او تلميذ فاغلى حاجه عندك اليوم ماشي الفلوس بل الساعات اللي مازال قدام. ولكن قبل ما نهضروا على كيفاش تربح خاصنا نبدل الفكره من الاساس، حيت كاين فرق كبير بين طالب كيقلب على طريقه سريعه للربح وطالب كيبني مهاره تقدر تخليه يربح لسنوات. وهنا كيبدا الفيديو ديالنا. تخيل معايا جوج طلاب، جوجهم عندهم نفس الجامعه او نفس الليسي، نفس عدد الساعات في النهار ونفس 24 ساعه اللي اغنى انسان في العالم. اول ملي كيرجع للدار كيشعل الهاتف باين سكرولينغ الدريات الى اخره، فيديو 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 ما كيهمش، وفجاه كيلقى راسو كيشوف الساعه واش داز جوج سوايع كيفاش. اما الثاني كيقول عندي غير ساعه ماشي جوج ماشي خمسه، ساعه وحده كيستعملها باش يتعلم مهاره، اليوم مونتاج غدا الكتابه بعد غدا التصميم وبعد شهرين كيولي قادر يدير حاجه ما كانش قادر يديرها من قبل. وهنا كاين واحد السر اللي قليل اللي كيهضر عليه، الناس ما كيخلصوكش على الوقت اللي قضيتي في التعلم، كيخلصوك على القيمه اللي قادر تعطيهم. ودابا يمكن كتقول واخا فهمت الفكره ولكن شنو بالضبط نقدر ندير؟ هنا بالضبط كيبدا الجزء اللي كيهمك، حيت ما غاديش نعطيك طريقه واحده ونقول لك سير ديرها دبر راسك، لا غادي نعطيك 7 ديال المجالات وكل واحد فيهم عنده طريق مختلف، ويمكن واحد منهم يكون هو الباب اللي كنتي كتقلب عليهم. المجال الاول المونتاج. تخيل معايا واحد اليوتيوبرز عنده مئات ديال الافكار ولكن كل مره كيصور فيديو كيوقف قدام نفس المشكله، شكون غادي يركب لي هذا الشيء؟ انت كتفرج اصلا بزاف ديال التافهين لي ستريمر ولا اخره عندهم اللي كيدير لهم الصور المصغره، هنا كتدخل انت تقدر تعلم مونتاج الفيديوهات الطويله الريلز شورتس او لونغ وحتى الاعلانات والميزه. ما خاصكش تكون عندك شركه، لا خاص يكون عندك بيسي ضروري، ما غاديش نقول لك التليفون صعيبه بزاف، بيسي راه رخيص، برنامج مونتاج كنصحك بكاب كاب في البدايه ومهاره حقيقيه يوتيوب كيرحب بك. ولكن تسنى المجال الثاني ممكن يكون اسهل عليك حتى من المونتاج. المجال الثاني الكتابه وصناعه المحتوى، اللي كنتي قادر تكتب مزيان تقدر تكتب مقالات سكريبتات ويقدر الذكاء الاصطناعي يعاونك، وصف المنتجات منشورات السوشيال ميديا وحتى محتوى للشركات. والاجمل انت اصلا كتكتب طول النهار في الجامعه راه كتكتب، ديروا في صناعه المحتوى تاعنا يدخل عليك شويه الفلوس. الفرق هو انك تقدر تعلم كيفاش تحول هذه المهاره من واجب جامعي لخدمه كيخلص عليها الناس، هذه ذكيه. ولكن الا قلت لك انت ناضي في شي ماده دراسيه كطحنها، هنا كاين المجال الثالث التدريس الخصوصي. الا كنتي قوي في الماط الفيزيك اللغات البرمجه او اي ماده اخرى كاين طالب اخر مستعد يخلصك باش تشرح لي ديك الحاجه اللي انت فاهمها. والغريب بعد الخطوات ما محتاج تكون عبقري، خاصك فقط تكون تقدم عليهم خطوه واحده، ويمكن تكون هذه اسرع طريقه تبدا تشوف اول دخل. صناعه المحتوى كيحتاج على الاقل واحد 6 شهور 3 شهور لانك كتبيع معرفه عندك اصلا. ولكن تخيل دابا الا قلت لك انت اصلا كتفهم في السوشيال ميديا اكثر من واحد عنده اصلا مشروع. المجال الرابع اداره حسابات السوشيال ميديا. مطعم عنده انستغرام ولكن ما كاينش بانتظام، حلاق جيم متجر ملابس مشروع صغير، انت تقدر تساعدهم بالافكار المنشورات الريلز وتنظيم المحتوى. ماشي ضروري تخدم معاهم طول النهار، تقدر تحدد المهام ديالك وتخدم عليهم في الساعات اللي عندك. ولكن دابا غادي ندخلوا لعالم اكبر بشويه، تصميم الصور المصغره والتصاميم. كل فيديو كيتنافس مع الاف الفيديوهات، واول معركه ما كتبداش داخل الفيديو، كتبدا في الصوره المصغره. الا تعلمتي كيفاش تصايب الصوره المصغره كتشد العين، تقدر تبيع على اليوتيوبرز الشركات وحتى اصحاب المشاريع. والمميز هنا تقدر تبدا بالبروتوفوليو ديالك حتى قبل ما يكون عندك اول زبون، صايب نماذج ووري الناس شنو قادر دير، من بعد خلي الخدمه ديالك تهضر عليك. ولكن تخيل معايا انت ما بغيتيش تخدم مع العملاء اصلا، هنا المجال السادس صناعه المحتوى. يوتيوب، تيك توك، انستغرام، فيسبوك. هنا ما كتبيعش خدمتك مباشره لشخص اخر، انت كتبني جمهور، وفي البدايه ممكن تنشر اسابيع وشهور وما تشوفش حتى درهم بحالي انا صدقني. وهنا بزاف ديال الناس كيستسلموا، ولكن انا ماشي منهم وحتى انت ماشي منهم. ولكن صناعه المحتوى ماشي سباق ديال شكون ربح اول فلوس، هي لعبه بناء اصل رقمي، قاعده جمهوريه. مع الوقت الجمهور يقدر يتحول اعلانات، رعايات، افيليت، منتجات رقميه او خدمات. يعني بدل ما تخدم دائما لصالح جمهور شخص اخر كتبدا تبني جمهور ديالك انت خصيصا. وباقي واحد المجال اخير مهم هو المنتجات الرقميه، ديجيتال برودكتس، تمبلكس، ملخصات اصليه من اعدادك، قوالب نوشن، ملفات الاكسل، تصاميم او اي منتوج رقمي عنده قيمه حقيقيه ويمكن يتباع اكثر من مره. تخيل انت دابا قضيتي اسبوع كامل تصايب منتج واحد، بدل ما تبيع ساعه من وقتك مره واحده يمكن تبيع نفس المنتج مرات متعدده. ولكن ما تغلطش، باسيف انكم ماشي معناه فلوس كطيح عليك وانت ناعس. في العاده الخدمه الكبيره كتكون قبل البيع، البحث، صناعه، التسويق، التحسين والثقه. يعني حتى هنا ما كاينش زر سحري، ومن بعد كتلقى طريقه باش توصلها للناس. ودابا عندك 7 ديال الابواب: المونتاج، الكتابه، التدريس، اداره السوشيال ميديا، تصميم، صناعه المحتوى، المنتجات الرقميه. ولكن بالله عليك ما ديرش اسوأ حاجه ممكن ديرها دابا، ما تختارش 7، اختار واحد فقط، لان الطالب اللي كيجري وراء 7 فرص غالبا ما كيوصل حتى شي واحد. اما اللي كيختار باب واحد كيركز ديب فوكس ومديسيبليني عليه كل يوم، في بعد شهور يمكن يكتشف ان الباب كان مفتوح من البدايه وغيولي يدخل فليسات اللي تخليه ما يقولش لباه شي درهم ولا شي 10 دراهم شي قهوه. دونك ما تنساش تخلي معك واحد السبسكرايب، بارطاجي الفيديو حيت الفيديوهات الجايين غيكونوا الطوب والطوب.